السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بديت لكم من هاد الخضوره البنات. انا البنات جبت الربيع وغسلته وبغيت نسقطر باش البنات نطحنوا. هنا البنات كنوريكم الطريقه اللي كنشارك معكم دائما. كنطحن البنات الربيع مع شويه تاع الثومه وكنخلطوا البنات مع الزيت وكنديروا في القرعه وكنخليه غير لتحت كيزيني. ساهل 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 ساهل. المهم هذه فكره من الافكار شاركتها معكم وغندوز معكم الفطور ديالي السهل والسريع كيف العاده يا ساده. بالنسبه للعاملات، الناس اللي كيدخلوا في وقت متاخر في حالي، شوفوا البنات هنا خديت غندير شويه الخضره. كما كتعرفوا مائده الافطار ديالي ما كتخلاش من الخضر، ضروري البنات كندير الخضر وكنوع في الخضر باش كنستافد من الفائده ديال الخضروات في هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال. خديت البنات البخاره ودرت فيها البنات كميه ديال الخيزو كتبخروا وكميه ديال البسباس يتبخروا البنات، وغنوريكم شنو غندير بهم. هنا خديت البنات واحد المقله غادي ندير البنات مقيله ديال المطيشه مع شويه الصوصيط. هذا البنات الصوصيط ديال الدجاج بالفرماج. وهنا البنات حكيت شويه الخيزو مع شويه ليشو الموف. كما كتعرفوا حنا قلت لك كما كنقول لكم البنات راه ما كنديرش المعجنات بزاف. النهار الوقيته اللي كنت زعما ما خداماش كنت جالسه في البيت كنت البنات كندير دائما صالاد لي صالاد دائما والعصائر، وكندير البنات طبق البرانسيبال وكندير شي حاجه معمره. ولكن المعمر البنات راه كناكلو حتى لورا الطراوات نقدروا ناخذوه ولا مثلا في السحور مع الحريره او الحسوه. المهم البنات هنا جات واحد المقله فنه 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 ما نقولش لكم عليها. هنا خديت البنات مطيشه حكيتها مع الثومه وضفت واحد شويه مطيشه تاع الحك وخليتها البنات طابت ليا، ما درت لا ما لا والو، وضفت لي قامه فهذا طاحت لي البنات طابت لي شويه مطيشه والثومه وهذا عاد نضيف لي قامه عفوا. انا غنضيف غير شويه البزار كما كتشوفوا البنات، غير شيشه باش الحاجات اللي كنطيبوا ما كنمروهاش بقوه العطريه باش البنات كنبقاو نتبنوا داكشي اللي كناكلوا. درت البنات هنا شويه البزار وشويه ديال الكمون وغندير شويه التحميره كما كتشوفوا. وما نقولش لكم جات واحد المقيله مع داك لاداند كشر ديال لاداند والفرماج. جات واحد المقيله فن البنات. اللي ما عمرها زعما ما جربتها بهذه الطريقه كنقول لك اختي جربيها الحبيبه وردي عليا في الكومونتير. تبارك الله المغربيات حادقات، كل وحده حادقه في البيت ديالها وحسن مني. انا كنشارك معكم وكنذكركم في الوصفات فقط لا اكثر ولا اقل. هنا كما شفتوا البنات راني ضفت البنات غنضيف لي قامه كامله وكلها البنات لي قامه كنضيف غير شويه. هنا البنات حيت عندي داك الصوصيص ديال الدجاج مع الفخوماج داك شويه سكنجبير وجا واحد الطبق اللي زوين ومشبع الحمد لله. ودائما كنوع في الاطباق ديالي وفي مائده الافطار ديالي، ما كنبقاش راسخه في حاجه وحده البنات كندير. نتوما غتكونوا في حالي حرتو داكشي علاش ذكرتكم البنات في هادشي في هاد الوصفات زعما اللي غابت عليها الوصفه نذكرها. كنقول لك اختي الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسايش وما تبخليش عليا اختي بواحد الاشتراك ولايك. الله يجازيك بخير، ديريها دابا الله يجعلها في ميزان حسناتك ويعطيك كل ما كتمناي. وإلا كنتي اختي ديجا مشتركه شكرا لك وشكرا على حسن المتابعه، ولي الشرف وعلى راسي من الفوق انك تكوني من المتتبعات ديالي. الله يجعلها في ميزان حسناتك والله يعطيك كل ما كتمناي في خاطرك. قولي حبيبتي امين وديري لي حبيبتي واحد لايك اختي قبل ما يسالي لا فيديو ما تنسيهاش ليا. هنا البنات من بعد ما تبخر ليا البسباس ديالي كيجي البنات فن. شوفي البنات راه طايب الزبده كيجي واعر واحد المذاق صراحه زوين. انا من عاشقات السلطات والخضر داكشي علاش دائما كتشوفوني كنوع في السلطات ديالي. هنا خديت البنات باش غندير الفينيغريت اللي غندير البنات في البسباس. درت زيت الزيتون شويه الخل وشويه تاع الكمون وشويه تاع المليحه. صافي زيت الزيتون شويه الخل والمليحه والكمون غادي نديرها في هذاك البسباس ديالي. وزينت البنات بالورق ديال البسباس من بعد ما غسلته صافي. وبالنسبه للخيزو البنات راني غادي نشحرو في المقيله مع شويه الربيع وشويه كيكه تاع الثومه واحد القطرات من الحامض والكمون. صافي البنات غنشحروا بهذه الطريقه صافي. المهم ما تديوش البنات على المقله راه اي دار مغربيه راه كتكون عندها مقله ملي كتبغي اختي تغسليها وتحكيها راه كتخبش اكيد، اما نقا راه ضروري ما نتاكروش عليه. صافي هنايا البنات هادو السلطات اللي كانوا المرافقين. وهنايا البنات راه غندير واحد هذا بطوط مربع خبيزات غادي لنا البنات نعمرهم. صافي كانوا عندي قلت باش غنعمرهم غنشوف شي حاجه ساهله غنعمرهم البنات. خديت تما مربع داك الفرماج المثلث
خلطته البنات مع صوص الجيريا. غادي ندهن بها البنات الخبيزات ديالي باش ما يجيوش ناشفين صافي. وغادي نضيف البنات الفرomاج، وغنضيف ورقه الخس. ولا بغيتي اختي ديري مطيشه ديريها. انا هنايا اختي اكتفيت بالفرماج. تما دايره البنات الفرماج مثلث، خلطته البنات مع شويه تاع هذا صوص الجيريا والفرماج احمر صافي. هادشي اختي اللي كاين. وتقدر اختي تزيني بالطوماط من الوسط، ولا ديري بصيله، ولا تشحري شويه تاع الدنجه، داك الدنجه الدواور وتديريه تديريه في الفران ولا تقليه. المهم لك اختي واسع النظر. انا كندير داكشي الساهله، كنهزها من خفافت وخليتهم بحال هكا اختي خفاف وناشفين. الا بغيتي تاخديهم مع لاصوب ما تثقليش زعما على المعده. وحنا دايرين البنات الصوصيط ودايرين لي سلطه. اللهم اديم نعمه وحفظها من الزوال. واكيد ما درتش البنات مطيشه حيت غادي نزين بواحد مطيشه سوغيز صافي. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو. هادو افكار بساط اللي يقدروا ربما يذكركم بشي حاجه تقدروا ديروها نسيتوا عليها. وصافي هادشي اللي كاين. ونشارك معكم البنات يومياتي بدون نفاق ولا زواق. هادو في ايام وسط العمل. وبالنسبه للبنات في الويكاند راني كندير فطور زوين، كنقلي الحوت، كندير الحريره الا مازال ما بقاتش عندي. انا دائما الحريره كندير البنات في الويكاند. ومن بعد كتبقى ليا وسط السيمانه ولا تقادات كندير البنات اما الذره اما البلبلات الشعير. المهم راكم عارفين يعني تبارك الله. راه المغربيات تبارك الله راه كتعرف المرأة كل وحده كتعرف شنو كيبغيو وليداتها، وراه كتنوع في مائده الافطار صافي. البنات كما كتشوفوا انا غنكمل بهذه الطريقه، وغنشارك معكم الطبيله ديالي كيفاش جات. كنتمنى تقبلوا عليا. شوفوا هنايا البنات راه ديك لاصوص الجيريا اللي ما كيبغيش هي كتكون شويه حاره ما بايناش. اللي ما كيبغيش الحاره البنات ما يديرهاش. وتقدر اختي تعمريهم باش ما بغيتي. انا غير شاركت معاك فكره فقط. وكانت هذه هي مائده الافطار ديالنا. كان عندي البنات هنايا الليمون، درت الليمون مع المونك كيبان لكم القوام ديالو خاتر. ودرت البنات تمايا دائما البابلوموس كما كتشوفوه كنعصرو وكنديرو البنات مع العسل الحر، بحلقه العسل الحر. وهذه سلطه البنات اللي كنت شاركت معاكم. مقيل ديال هذا مقيله ديال السوسيس بالفرماج والجزر والبسباسه البنات والحمد لله والعصائر. واكيد عندي تمايا الحسوبه راه ما كنحطهاش البنات حيت ما كنسخنهاش. حيت ملي كنسخنها وكنحطها البنات ما كتشربش حتى لورا التراوح عاد كنرجعوا ليها. كاين اللي كيبغي يزيد مثلا هذيك اللي صايبت هذيك شي حاجه بحال كمعمره مع كويس العصير، ولا كيشرب راجلي الحريره مع الشباكيه والتمر والسلو. المهم انا كنشارك معكم داكشي البنات اللي كندير وداكشي اللي كيتكال وداكشي اللي كنبغيو حنا نفطروا به. وما كنبغيش البنات نتباهى عليكم ونضيعوا الرمي. كل وحده كدير داكشي اللي كيشربوا ياكلوا افراد الاسره ديالها. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم. كنقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو اخواتي في الفيديو القادم ان شاء الله.